إلى حالة اجتماعية اضطرت السيدة بدر الدين القاطنة بالواحة الحمراء ميمون في أضرار إلى ربط ابنها بواسطة حبل داخل غرفة بالمنزل بسبب مرضه الغريب ومعاناتها المتواصلة معه في غياب العلاج لحالته المعقدة ووضعها الاجتماعي الصعب. التفاصيل في تقرير يمين بالعلمية. لم تجد السيدة بدر الدين القاطنة بمدينة تيميمون الواقعة شمال ولاية أضرار حلا لوضعية ابنها اليتيم سوى ربطه بواسطة حبل داخل غرفة، وذلك بسبب مرضه الغريب ومعاناتها المتواصلة معه في غياب العلاج لحالته المعقدة. الولد هذا راني نعاني معاه من مدة 10 سنين. هو الولد زاد نورمال، كبر نورمال، تكلم نورمال، تمشى نورمال. من بعد درت له الفاكسا تاع 6 شهور، ولا قبضوا لي الصرع، ومن بعد ولا عادي نتبعنا له الدواء ولا عادي. منين دار عامين ونص ولا يغيس ولا يسكت ولا ما يهدرش، ولا في 24 ساعة الولد ما ولاش هكا، ما ولاش يشوف، ما ولاش يسمع، ما ولاش ينطق، ما ولاش ياكل، ما ولاش الذاكره راحت له، كلش راح. وراه في 10 سنين نربطوه، خاطر علاه نربطوه كي نطلقوه يكرز ليا وتحطحو سني، تفدخ فمه وتكسر وجهه، كل مره واش يتكسر فيه، هذاك علاه نربطوه. وما يرقدش كاع، يقعد 24 ساعه على 24 ساعه كيما هكا. وضع أجبر هذه السيدة على تقييد ابنها أزيد من 10 سنوات وهو على هذه الحال. الأم مضطرة تربط ولدها حفاظا عليه وحبا فيه. عنده عدة كدمات بسبب الاضطراب نتاعو، ونوجه نداء لكل الأطباء إذا ممكن يعاونوها ويهزوها. تشخيص حالة هذا الطفل والتكفل بعلاجه مطلب ملح لدى عائلته المغلوبة على أمرها، فمن سيتكفل بذلك يا ترى؟